السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، قصة جديدة. قصص واقعية من قلب المجتمع. إذا كانت عندكم قصة بغيتو تحكيوها وتشاركوها مع الناس، مع المستمعين، ما عليكم غير تبعتوها ليا وانا ان شاء الله نبارطاجيها مع الناس باش يعطوكم حلول او يحاولوا يساعدوكم ويخفوا عليكم. القصة ديال اليوم قصة للعبرة. هذه حكاية ديال واحد البنت غرتها للأكاذيب والوعود وقصص الحب، وفي الاخر فاقت على واقع مؤلم كما كيوقع بزاف البنات المراهقات. نخليكم مع منى القصة تحكيها ليكم. السلام عليكم. خطبني وقال لي نسكنوا 6 شهور مع دارنا بيت ما جمعنا راسنا ونخرجوا نكريو. كنت عبيرة ديك الساعة وعامين الحب و10 عامين ديال الحب، والديا ما عندهم سوق. المهم اني نتزوج قبل من بنات العائلة ويتباهاو تما بزواجي. ما نصحوني ما نبهوني ما قالوا لي بنتي عندك شوفي فين كتحطي رجليك. المهم تزوجت وماما كتقري السم لخواتاتها والعماتي وبناتهم. بابا هز راسو زعما راه بنتهم تزوجات قبل من بنات العائلة. تزوجت. المهم تزوجت على 19 عام. والديا تهناو من جيتي. المهم خويت عليهم الدار. جيت للدار ديال الزوج ديالي ما سافرنا ما والو، حيت قالك ما عندوش فلوس. دوزناني الدخله في دارهم. المهم كملت 3 ايام وبدات التماره. خاصني نوض نطيب ونشقى ونتسخر وهما فطحات وجالسات. الراجل يضل غايب ما يجيبو غير النعاس. كنقول نصبر تنمشي لداري نشقى على خوتو ما كاين باس. هما 3 الرجال كيجيبوا حوايجهم، خوتو 3 الرجال كيجيبوا حوايجهم خانزين ملمعين موسخين بزاف. ومو خواتاتو 2 وديما عندهم الضياف والعراضات. ما نكذب على واحد خو مسكين، فين ما نشوفني كنصبر ليه كيقول لي الله يكثر خيرك اختي شكرا، ويمشي مسكين يجيب لي الشوكولاط. كملات 6 شهور. قلت ليه شوف ولد الناس قلب على الكريك وعدتيني. قال لي يا حقه مازال ما جمعت فلوس، صبري نكملوا 9 شهور. بقى عليا صبري نكملوا عام. نهار عييت قلت ليه شوف ولد الناس راه ماشي هادشي اللي اتفقنا عليه. قال لي بغيتي نولي مسخوط نفرق والدي على قبلك. واش غنقول لكم، عولت نهز الشاكوشي ونرجع لدارنا، ولكن تفاجأت وعرفت راسي راني حامله. ايوا اضطريت اني نجلس وكل ليله نبكي ونقول ما بكيت. عيشه ديال الذل والقهره. ما عنديش حق نخرج بلا مو، وهو ما يخرجني ما والو، يخرج غير مع صحابو. سيد والو مسالي خرج عليه الكارو والكالا، وانا عاد فقت من قلبه ديال الحب والمراهقه ودخل معايا الزمان. ديما حالتي حاله، ديما مخشيه في بيجامه طويله. ما نلبس كي الناس، ما نعكر، ما نماكي. الشيخ الى غير بان شويه من شعري بدي غوت. ما بقيتو تحشموا شادين في الدين غير اللي بغاو. نقول لكم كيبقاو عليا حقه حرام. خوت راجلك يشوفوا شعرك، وما حرامش تكون معاهم ونشقى عليهم، وما حرامش ولدهم يكذب عليا، ما حرامش يبكيوني ويحرتوا عليا. ما عنديش حق نبات في دارنا، نمشي نهار واحد ومره في الشهر ومعايا مو حاضيانا. واش نقولوا انا وماما، واش نديروا والعشيه نرجعوا. هو حمياش نقول لكم داز كحل ردان وضعافيت وتماره، وما كاينش اللي يحس بيك. كلمه 2 يقولوا لك انتي كتبوحطي. امو تقول لي حملت ولدت 6 المرات وما عمرني شفت هادشي اللي عندك. ايوا داز مده وتخطبات اختو ودارت العرس كي داير وانا حامله. والنص الكبير في تماره خوتي داز عليا، داز على ظهري. والراجل غير نشكي يقول لي باغا ترديني مسخوط. ولدت بنتي وكل شيء كيتدخل. لا عطيها البنان. ياك كملت 4 شهور ولادي كلتهم على 3 شهور. كل واحد شنو يقول لك.
خوه خطب وقالت ليه مو غتسكنوا معانا ياك وليدي. هو يضحك ويقول لها ماني تسطيت نجيبها تخدم على قوم وما تلقاش الوقت حتى باش تهلا فيا. حسيت بغصه، نزلات مع حلقي وشاف فيا وشاف فراجي وقال لي كدي ذنوب هذيك الخليقه وتا حنا معاك. ناضت ليه مو واختو وهي تقول ليه اختو اللي مازال متزوجات، قالت لي مالاش كدير لينا بالسلامه، اش من ذنوب غنديو فيها، ياك ما كتسيق في القصور وكتحك الفضه والنحاس. وناض الصداع بالليل خليتهم مغاوتين وطلعت لبيتي نبكي ونعاود على حالتي وعلى امي اللي كنشكي عليها كتقول لي صبري وتقلي بالولاد. نبكي ونقول ما بكيش ونخبط في ظهري ونشوف في المرايه وجهي اللي دبل تقول في عمري 40 عام. بكيت وعاودت وكنسمع صداعهم وغواتهم لتحت. تبعني راجلي وقال لي مالكي علاش دابا كتبكي، ياك واكله شاربه ناعسه اش خاصك. شفت فيه وقلت ليه خاصني الرجل اللي ما لقيتش فيك هو يصرفقني. سكت سكت وبكيت وغطلع الصباح هزيت بنتي ومشيت لدارنا. بالليل الحق عليا ماشي موحش فيا، ولكن المواعن بقاو بلا غسيل ودارهم بقات بلا خدامه. خاصم عليه با شويه وعطاوني ليه ورجعت معاه وعاود كملت مسار حياتي هكا. بنتي بدات كتكبر ومازال كاين نعاسه معايا في بيتي، هذا يضربها وهذا يعايرها وهذا يخاصم عليها. والمصيبه كحله هي جده كيقول لها بوسي لي رجلي نعطيك درهم. صبرت 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 حتى ما بقى فين نزيد. واحد النهار عرضوا على صف ديال البشر وغطسوني في كوزينه. حكا الضياف بغاو يكسكسوا بالتفايه، هما جالسين مع راسهم في الصالون كيتسناو في الضياف يجيو وانا كنتجو مع البرمه. هزيت ديك المغرف الكبيره ومشيت ليه قاصده وعينيا معميين حتى ما بقى كيبان ليا والو. بقيت عليه هاك بالك هاك بالك نخبط ونعاود فين ما جات الدقه. ناضو خواتاتو اللي مزوجه واللي مبلاش يدافعوا عليه ويحبسهم خوهم. هذاك خوهم اللي قلت لكم هو اللي كان ظريف فيهم، حبسهم وقال لهم زكاو من هالي خليوها من هالي. يبا بقيت عليه هاك 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 متغوط وتدعي فيا، خواتاتو يدافعوا باغيين يتلحوا عليا وانا مرفوعه. غفلت وبقيت نعطيه بقيت كنعطيه بديك المغرف. هاك ها الرجله اللي ما لقيتها فيك، ها الكلمه اللي ما عندك، ها شبابي اللي ضاع معاك، ها بنتي اللي عاش الدل بسبابك، ها امك اللي ردتني خدامه، ها خواتاتك اللي مكرفصات عليا وانا نشقى عليهم، ها الوعود والكذوب، ها ما يخصك معايا خير، ها نعيشك اميره. بردت قلبي ولحت المغرفه في الارض ومشيت لبيتي. جمعت حوايجي وهزيت بنتي ورجعت لعندهم. خوهم حابسهم في الباب كيقول لهم حتى حد ما يقيسها خليوها. المهم بردت قلبي هبط. خوهم حابسهم في الباب قال لهم حتى حد ما يقيسها خليوها دير اللي بغات. شفت فراجلي وقلت ليه ندمت على عمري اللي ضاع معاك يا عفت الرجال، الا كنت شي راجل حر طلقني. خوه قال لي كنت عارف غيجي واحد النهار وغتفرقع يا اختي واخا تعطلتي شويه. دار يدو في جيبو مد لي 200 درهم وقال لي دي بنت خويا في الطاكسي ما تمشيش على رجليك في هاد الشمس. وقفت على دارنا ما فهموا والو. قلت لهم نهار تبغوا تردوني لديك الدار نقتل بنتي ونقتل راسي. سكتوا حيت هاد المره كانوا عينيا مبدلين ماشي كيف ولفوهم ملي كنشكي عليهم. دابا واقفين على الطلاق وما ناوياش نرجع ليه. تقبلت في واحد سونتر دابيل والاول تشارجي غندا فورماسيون عندي نيفو باك وعندي مع الفرنسي. وهذه هي قصتي اللي بغي نقول للبنات ما عمركم تثيقوا. ما عمر شي بنت تزوج قبل ما دير 20 عام. ما عمرها تلوح راسها في شي عافيه كما لحت راسي. عرفوا فين غتحطوا رجليكم. وكنتمنى ان هذه القصه ديالي تاخذوا منها العبره. ما تنساوش الى عجبتكم القصه انكم ديروا ابوني في لاشين وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وخليو جيم. ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.